السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل عليكم يا جماعة، أو صباح الفل على حسب التوقيت اللي انت بتشوف فيه الفيديو بتاعي. النهاردة بقى هتكلم في موضوع كده، برضو هحاول ان انا ما اطولش عليكم. انت محتاج كام في الشهر علشان خاطر تعيش في امريكا؟ طبعا الموضوع ده يا جماعة بيعتمد على انك هتعيشوا فين واسلوب حياتك عامل ازاي يعني. بس في العموم الشخص الواحد في امريكا بيحتاج المبالغ اللي انا هقولها دلوقتي دي علشان يعيش هنا يعني. بصوا بقى يا جماعة، يعني مبدئيا كده الايجار $950. الفواتير يعني الغاز والمية والكهرباء تخش مثلا في $150. النت والموبايل يعملوا له برضو مثلا $150. الاكل $240. التأمينات ودي حاجة مهمة جدا، وده اللي انا قلته في الفيديو اللي فات يا جماعة. يدخل لها برضو في مثلا $125. المواصلات $160. الترفيه الملابس $60. والمصاريف الشخصية بتاعتك $55 مثلا. وبرضو اللي انا بقوله ده يعني ايه المتوسط يعني. انت مثلا ممكن تعيش في حتة آه، غالية جدا، تقدر تعيش يعني بص، الموضوع هنا متوقف على انت حياتك ماشية ازاي. ولو انت مثلا معاك عربية برضو وعايش في حي غالي، لا الموضوع مثلا ممكن يوصل معاك مثلا $3000. بس انما مثلا المتوسط انت مثلا تقدر تصرف يعني مثلا في شهر ليك انت لوحدك طبعا يعني، تخش لك مثلا في 2300 $2400. لو انت مثلا ماشي بالمبدأ اللي انا بقولك عليه ده. في ناس هنا مثلا بتحب تسكن مع ناس، فده طبعا ال950 دي بقى ممكن تقسمها على اتنين، تقسمها على تلاتة. كل ده انت يعني انت حر بس. وفي ناس مثلا بتقول لك لا انا بحب اقعد لوحدي، فده برضو ايه، ده ليه مصاريفه وده ليه مصاريفه. انت ممكن تأجر أوضة تدفع فيها رقم اللي انا قلته ده مثلا. وفي مثلا حد يقول لك لا انا هأجر بيت كامل، فبيت كامل بقى مثلا ممكن يخش له لوحده في $2000 يعني. آه، فكل واحد على حسب الحياة اللي هو عايز يعيشها. وفي مثلا في حد ممكن يدفع اقل على فكرة من الرقم ده، وفي ممكن اغلى. كل حاجة واختياراتك انت يعني. وشوف انت اللي انت عايز تعمله هو ايه. بس واخر حاجة اقولها، امريكا يا جماعة تستاهل. تعالى، الحياة هنا كويسة، الدنيا هنا كويسة، هتقدر تعمل اللي انت عايزه. شوف انت الهدف بتاعك ايه وامريكا هتساعدك فيه. تعرف عايز تعمل فلوس وترجع، هتقدر تعمل ده. عايز تعيش في مكان نظيف في بيئة كويسة مع ناس بتقدر الانسان، برضه هتلاقي ده. عايز بقى تيجي تقدم لجوء تعمل كل يعني، شوف انت اختيارك ايه. انا الفيديوهات اللي انا بعملها دي بحاول على قد ما اقدر باللي انا شايفه هنا وبالتعاملات مع الناس هنا والحاجات دي كلها، بحاول اوصل على قد ما اقدر حتى لو صورة مصغرة، بس ممكن معلومة انت لو مقرر تيجي يعني هي تفرق معاك. فمش عايز اطول عليكم. ده النهاردة المتوسط بتاع شخص واحد عايز يعيش في امريكا حياة متوسطة عادي، عنده السكن بتاعه، مصاريفه الشخصية، فواتير، الحاجات دي كلها. يلا سلام عليكم، اشوفكم في فيديو جديد.